قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تعبنا في تحضير المحتوى يوصل لكم كامل ومتجدد. تاكدو شاب غلبان مريض مرض خطير ومفيش أي أمل يعيش ولا صاحب بيسأل عليه، وعيلته مستنيين بس فلوس التأمين اللي هتجيلهم لما يموت. مفيش حد بيزوره في أوضة المستشفى حتى طبطبة، والوحيد اللي فاضله اللعبة اللي بيعشقها عالم الأمم الأبدية، لعبة حضارات بيعيش جواها أكتر ما بيعيش في الواقع. قاعد بيلعبها طول اليوم لأنه بصراحة ما عندوش حاجة تانية يعملها. وفي يوم تاكدو فقد وعيه فجأة بسبب مرضه، ولما فتح عينه كانت المفاجأة، لقى نفسه قاعد على عرش حجري وسط غابة مجهولة بيبص حواليه مش فاهم ده حلم ده جنان ولا. وفجأة واحدة طالعة من بين الشجر بتناديه بصوت حاسم: يا مولاي الملك. دي أو الشخصية المفضلة عنده في اللعبة. تاكدو مش مصدق عينه، هي دي بجد في الواقع؟ بس لحسن الحظ أو كانت عارفه كل حاجة وعارفه أكتر من أي حد في العالم، لأنها عاشت معاه كل جولة لعبها، شافت اختياراته، عرفت قراراته. هما الاتنين فرحانين إنهم أخيرا اتقابلوا، بس تاكدو عنده سؤال مهم: هو أنا مات ولا إيه اللي حصل؟ اللي جابته هنا بس هي كمان مش عارفه ايه اللي بيحصل. قالت له انها لقت نفسها فجأة في نص الغابة دي، بس هي متأكدة ان ده مش عالمها. لو لازم تخمن هتقول ان الدنيا دي شبه عالم الأمم الأبدية، بس مش متأكدين لسه. على اي حال او شايفة ان دي فرصة عظيمة، فقالت لتأكدوا اما تيجي نبدأ من الأول ونبني مملكة زي زمان. تكادوا عجبته الفكرة، فوافيل انهم يشتغلوا مع بعض. الاتنين عملوا المقدمة بتاعه اللعبة، بس المرة دي كان في شوية إحراج لأنهم واقفين جنب بعض. على الحقيقة أول حاجة لازم يعملوها هي أنهم يكتشفوا هم فين بالظبط. تجادو استخدم السحر عشان يستدعي كشاف. لما شاف الكشاف عن قرب اتقرف من شكله، ده معفن جدا، بس ما فيش حاجة يعملها لأن حضارتهم منارة دي بتحكم الظلال والشر، فالكشاف لازم يبقى بالشكل ده. خطته في بداية اللعبة هي أنه يتجنب لفت الأنظار علشان ما يعوش في أي مشاكل، على الأقل لحد ما يقدروا يدافعوا عن نفسهم. فمر الكشاف يروح يلف حوالين المنطقة ويبلغوا بأي حاجة مهمة. الأول الكشاف فضل واقف وبصص له كده وخلاص، بس أو نبهته إن كده هو قائد بتاعه، فالكشاف بياخد ديله في أسنانه ويجري ينفذ الأوامر. كده كان قلقان شوية إنه ممكن ما يعرفش يتحكم في قوته في الدنيا دي، بس يظهر إنه كل حاجة زي ما كانت في اللعبة بالظبط. يعني مثلا هو قادر يشوف اللي كشاف شايفه، فهيعرف قريب هما فين. خلصنا من دي، يلا بقى نفكر في الخطوة الجاية. كده عنده 200 نقطة مان واستخدم 100 منهم عشان يستدعي الكشاف، فبقى عنده 100 نقطة مانع. بس عايز يبني مستوطنة تكون قاعدة لعملياتهم، ودي هتكلفه 20 نقطة مانع. بس بعد كده هيبقى عنده مانع قليلة قوي. كان نفسه يعمل محارب يحميهم لو تعرضوا لهجوم، بس ده مش هينفع دلوقتي. أو طمنت تجدها وقالت له ما تقلقش أنا هحارب بدالك. بس بصراحة كلامها ملوش لازمة، لأن وحدة بطل يعني هتبقى أقوى مع الوقت، بس دلوقتي قوتها زي أي بني آدم عادي، يعني مش هتعرف تساعده كتير. الكشاف لسه بيجري في الغابة هو بفضله، وتجدى بقى عنده فكرة عن شكل المكان، بس هو مستغرب شوية لأنه رغم المنطقة كلها غابة مفيش ولا حيوان ولا وحش شافه لحد دلوقتي. أو قالت إن الحيوانات أكيد مستخبية لأن الغابة مليانة أماكن تتخبى فيها، بس اتأكدوا الآن إنه لو ملاقوش حيوانات قريب هيضطروا يصرفوا مان عشان يجيبوا أكل. أو اتأسفت لتجدى لأنها حاسة إنها مش بتساعد كتير، بس قال لها ما تقلقيش إن الجنب بس ده كفاية يديني طاقة. كلامه فرح قوي قوي، فقالت له إنها شاكرة لكلامه الحلو، بس تجدى لسه مش متعود إنه بقى بني آدم حقيقي وبيعبر عن مشاعره عادي كده. فجأة الكشاف بيلاقي حاجة غريبة، فبيدي إشارة لتكدة ويوريه مستوطنة 1000 سود في نص الغابة. المكان مش بعيد عن مكان تكدة دلوقتي، وشكله فيه كمة 1000 متلمين مع بعض. أو بترتاح شوية لما تعرف إن دول بس 1000 سود، لأنهم عادة بيميلوا للشر المحايد، يعني مش هيبقوا عدو المملكة منارة. بس تكدة شايف إن دي مصيبة لأنه مش عايز أي حضارة قريبة منه بالشكل ده. خطته كانت إنه يفضل مستخبي أطول فترة ممكنة عشان يتجنب الحرب، بس مع 1000 السود قريبين كده ده مستحيل. التكدة بيتفق معاها لأنهم أصلا لسه ما بنوش حاجة، بس قبل ما يمشوا عايز يراقب 1000 السود شوية كمان ويستكشف المنطقة ويشوف لو في حاجة مريبة قريبة. فجأة أو بتحس إن في حد قريب، هي وتاكدوا بيلفوا يبصوا بيلاقي مجموعة 1000 طالعين من الغابة. 1000 شكلهم اتفاجئوا زيهم لأنهم ما كانوش يعرفوا إن في ناس تانيين في الغابة دي. قالوا إن أهلهم طردوهم من بلدهم وما كانش عندهم مكان يروحوا له، فاضطروا يدخلوا الغابة الملعونة دي. الرحلة كانت صعبة قوي على عيالهم الصغيرين، وبالشكل ده مش هيقدروا يستحملوا كتير. مجموعة صغيرة من 1000 خرجوا يدوروا على أكل،
قائدهم متأكد انهم لازم يلاقوا حاجة تتاكل هنا لأن الغابة مليانة خضرة. بس واحدة اسمها إيميل كانت قلقة قوي لأنها سمعت إشاعة عن غابة خطيرة في طرف إيدوريا فيها شر قديم اتختم هناك وخايفة انهم يعدوا عليه. القائد طمنها وقال لها ان الإشاعات دي خرافات، لأن لو فعلا في شر قديم في الغابة دي الشجر ما كانش هيبقى كويس كده. بس برضه هو نفسه حاسس ان الغابة دي بتخوفه من غير سبب واضح. لما جودا قائد الألف بيبص على كده قلبه بيوجعه من الرعب لأنه شايف قدامه تجسيد للشر الخالص والنوايا الوحشة. الولد نفسه عايز يجري ويهرب بس خايف ان اي حركة متسرعة ممكن تعرضه هو وناسه للخطر، فبيمشي ناحية عرش كده بهدوء ويحط رأسه في الأرض احتراما ويعرفه بنفسه انه المحارب الأكبر لقبيلة مزارم الألف السود، وبيعتذر انهم دخلوا الغابة من غير إذنه او مش فاهموا ليه ألف محترمين قوي كده. بس قررت تمشي الحال وتسأله ليه دخلوا أرض تكدا من غير استئذان. جيو بدأ يحكي ان قبيلته كانت عايشة في السوق الوسطى وكانوا ناس مسالمين، بس اوعى تقطعه وقالت له انت هتحكي لي قصة حياتك اخلص بسرعة. جو بيتأسف ويحكي باختصار ان قبيلته تعرضت للاضطهاد واطردوا من ارضهم فاضطروا يهربوا للغابة دي. مش فاهم ليه ناس عانت كده، هما دايما كانوا بيحاولوا يعيشوا بسلام بس تعرضوا للهجوم والقتل بسبب التحيز ضد عرقهم. كده بيبص على جيو ويلاحظ انه ضعيف قوي وتعبان. جيو بيشرح انهم بالعافية قدروا يهربوا لما قريتهم اتدمرت، فما كانش عندهم وقت يلموا اكل، ومن ساعتها وهما بيجروا من غير ما يقفوا فما عندهمش وقت يدوروا على اكل. فخرج هو ورجالته لوحدهم عشان يلاقوا حاجة ياكلوها. بقالهم 5 أيام ماكلوش حاجة ولسه ملقوش ولا نباتات ولا حيوانات تتاكل. بيصعب عليه فبيقرر يساعدهم شوية ويستخدم من المنو بتاعته عشان يعمل لهم كام تفاحة. جو بيتفاجئ لما يشوف التفاح بيتدحرج على الأرض لأنه عمره ما شاف حاجة زي دي قبل كده، وبتردد ياكل عشان ما يبقاش قليل الذوق قدام حد زي كده. بس إيميل والباقيين جعانين قوي فما يهمهمش، بيبدأوا ياكلوا ويحسوا إنه أحلى حاجة دقوها من زمان. تكدا بيعمل لهم كمان كام تفاحة عشان يشبعهم. جو لسه مصدوم من كرم تكدا ومش عارف يتصرف، أو بتزعله وتقول له إنه قليل الذوق إنه ما يقبلش الهدية اللي كده اديها لهم بكل كرم. بس جو مش متردد عشان شاكك في الأكل، لا هو بيحط راسه في الأرض تاني ويقول له إنه بيقدر كرم تكدا قوي. بس في المخيم عيال قبيلة الألف ضعاف قوي من قلة الأكل، لو ماكلوش حاجة قريب هيموتوا. فبيطلب الإذن من تكدا إنه ياخد الأكل ده لقبيلته. كده بيصعب عليه برده العيال اللي بتعاني، فبيقرر يعمل الواجب ويزود ويعمل كومة أكل مختلفة لجيو وياخده معاه. بس أو مش موافقة على الفكرة دي لأن الحركة دي هتكلف من كتير قوي. الألف الصوت كلهم مش مصدقين عينهم لما يشوفوا الكمية دي كلها من الأكل، وبيتفاجئوا أكتر لما كده يقول لهم خدوا كل ده اعتبروهم ملككم. الألف السود كانوا من سنين مضطهدين ومجبرين يعيشوا في الظلمة، فمحدش عمره ما ادالهم ايد المساعدة زي كده. كلهم بيشكروه من قلبهم وبيبدأوا يشيلوا الأكل ويرجعوا بيه للمخيم. في المخيم بقى الألف كلهم كانوا على وشك ييأسوا، بس في كام واحد لسه عنده أمل إن جيو والباقيين يرجعوا بأكل. فجأة الكل بيشم ريحة أكل حلوة قوي، بيلفوا يبصوا بيلاقي جيو والباقيين شايلين كومة مليانة أكل على ظهرهم. الكل بيرتاح إنهم مش هيفضلوا جعانين تاني، وبيبدأوا يمدحوا في جيو عشان جاب كل الأكل ده. لما بيسألوه جابوا منين بيقول لهم حظ، لقيتهم في الطريق وما بيحكيش تفاصيله. ما اعتقدوا بالليل جيو قاعد بيبص على النار وهو سرحان، فجاء زعيم القبيلة مولترار بيقول له عملت شغل عظيم النهارده يا جيو، الفواكه اللي جبتها تحفة. بس بيلاحظ ان جو مش فرحان قوي فبيسأله مالك في ايه. بعد سكوت بسيط جيو بيحكي له انه قابل كائن اسطوري جوه الغابة ومش عارف يحس بايه ناحية. مولترار بيسأله اسطورة ايه دي اللي بيتكلم عنها. جيو بيحكي له ان ايميل كانت قالته حاجة عن كائن او اتختم في الغابة الملعونة دي. مولترار يعرف الاسطورة دي وبيتفاجئ ان جيو فعلا قابل ملك الدمار. بيشرح له ان الصورة بتقول لما الدنيا تبقى مزدهرة قوي ملك الدمار هينزل على الارض ويدمر كل حاجة ويخلي كل الحضارات تبدأ من الصفر. بصراحة مولترار مش متأكد ان الصورة دي حقيقية، بس هو ميال يصدقها. بيسأل جيو لو الكائن اللي شافه قال انه ملك الدمار. جيو بيقول له انه مش فاكر انه قال كده، بس من شكله المرعب اسم زي ملك الدمار لايق جدا عليه. مولترار بيسأل جيو لو كلم ملك الدمار، بس جيو بيقول له انه ما كانتش محادثة بالمعنى الحرفي. ملك الدمار ما كانش بيتكلم كتير، بس كان معاه ست بتتكلم نيابة عنه. من اللي جيو حكاه مولترار متأكد ان الكائن ده مش نيته خير، فبيسأله لو اضطر يعمل حاجة زي انه يبيع روحه مقابل الاكل. جيو بيقول له ان ملك الدمار ما طلبش حاجة في المقابل. الراجل بيستغرب ويقول ازاي يعني كائن شرير يدي حاجة كده ببلاش. جيو نفسه مش عارف ليه ملك الدمار عمل كده، بس لو لازم يخمن بيقول انه رحمة او شفقة من سيادته. مولترار بيتصدم ان جيو بيسمي ملك الدمار سيادته لان اللقب ده بيستخدم بس للي يستاهلوا احترام كبير. بس جيو شايف انه مفيش حاجة غلط انه يقول كده لانه هو اللي ساعدهم فتاكدوا يستاهل
مولترار ما كانش مصدق ان جيو بيدافع عن ملك الدمار، وسأله باستغراب ايه انت اتسحرت ولا ايه؟ لكن جيو قال له ان السبب الوحيد اللي خلاهم لسه قادرين يتخانقوا هو الاكل اللي ملك الدمار اداهولهم، وكمان ما كانش ينفع يرفض ان اكله وهم جعانين بالشكل ده. يعني ايه كان المفروض يقول؟ ساعتها مولترار بدأ يستوعب انه ما عندوش الحق يحكم على قرار جيو انه يثق في ملك الدمار، لان اللي عمله كان احسن تصرف في الموقف ده، بس بما انه زعيم القبيله فكان لازم يحافظ على سلامه الكل. وقال ان من دلوقتي هو اللي هيتولى التفاوض مع ملك الدمار، خصوصا انه عايش من اكتر من 200 سنه واكيد يعرف يتفاهم معاه في الوقت ده. وكانت زعلانه من تكدده لانه صرف رصيد المناع بتاعه على الصدقه من غير ما يفكر. سالته ليه عمل كده، فرد عليها وقال انه حاسس بالعيال اللي بتموت من الجوع وما قدرش يسيبهم كده. وكانت فاهمة وجهة نظره، لكنها قالت له النوم لسه في أول الطريق وفي أبناء لمملكتهم وما ينفعش يصرفوا مواردهم بالطريقة دي. وكان عندها حق. تكدو اعتذر لها لأنه ما استشارهاش قبل ما يصرف المانع، ووعدها أنه هيعوضها. بس كان في حاجة تانية مضايقاها. لما الألف جم تكدو ما كانش قادر يتكلم معاهم كويس من كتر التوتر. هي اتفاجئت لأنها كانت فاكرة أنه كان بيلعب دور الكائن المتعالي، لكن الحقيقة أنه مجرد واحد خجول مش بيعرف يتعامل مع الناس. فجأة الكشاف رجع وقال لتكدو إن الألف راجعين للمنطقة تاني. تكدو استغرب، بس افتكر إنه في المرة اللي فاتت كان إداهم أكل أكتر من اللي يقدروا يشيلوه، فظن إنهم راجعين علشان ياخدوا الباقي. وجود حضارات مختلفة قريبة كده أكيد هيعمل مشاكل في يوم من الأيام. تكدو كان نفسه الألف ياخدوا الأكل ويمشوا بسرعة، وكان عايز يقول لهم يسيبوا الغابة، لكن ده معناه إنه لازم يتكلم معاهم وهو مش قد ده. او شافت انه متضايق فقالت له خلينا انا اللي اقعد بدالك، كده هتبان زي ملك غامض ومحترم مش زي مراهق خجول. تكدو عجبته الفكره وسالها لو فعلا مفيش مشكله لو خلتها تتكلم بداله. هي طمته وقالت له انها مبسوطه انها بتساعده ومفيش اي مشكله. بعد شويه مولترار وجيو وصلوا وركعوا قدام تكدو. مولترار عرف نفسه انه زعيم قبيله الألف السود، وطلب يعرف اسم تكدو علشان يشكره بالطريقه الصح. او بصت لتكدو ثم اعلنت انهم واقفين قدام ملك الدمار تاكورا. جيو اتصدم لما عرف ان تكدو هو فعلا ملك الدمار الاسطوري، بس ما كانوش يقدروا يتصرفوا بقلته. مولترار شكر تكدو مرة تانية على كرمه، وتكدو ارتاح لان التفاوض ماشي كويس، وبما ان مفيش اي مشاكل او قالت لهم ياخدوا الاكل ويمشوا. جيو ومولترر اتفاجئوا لانهم كانوا متوقعين انهم هيدفعوا ثمن غالي مقابل المساعدة. سألوها لو فعلا ممكن يمشوا كده من غير مقابل، فقالت انهم ما عندهمش حاجة يقدروا يدوها فما فيش داعي. مولترر ما حبش يفضل مديون لان الدين مع حد زي ملك الدمار ممكن يكلفهم حياتهم، لكنه ما قالش كده. تكدو حس ان الجو بقى متوتر فنادى او على جنب. هي كانت زعلانة من نية مولترر ومتأكدة ان الألف هيسببوا مشاكل لو اتسابوا لوحدهم، فاقترحت انهم يقتلوهم ويخلصوا. لكن تكدو ما كانش عايز كده، هو كان عايز يبني علاقة متبادلة النفع. ولاحظ ان مولترر متضايق من فكرة المساعدة المجانية، فاقترح يطلبوا منهم تعويض بسيط. او عجبتها الفكرة وقالت للألف ان تكدو قرر كده. مولترر ارتاح، لكن او كانت لسه بتفكر تطلب ايه. بصت لتكدو فقال لها اطلبي معلومات عن العالم بره الغابة. ولما قالت كده مولترر وافق وقال انه هيحكي بكل سرور، بس او قالت له انه لما يخلص كلام هو وناسه لازم يمشوا من الغابة فورا. ده معناه انهم هيضطروا يلفوا تاني من غير بيت. مولترر طلب من تكدو يسمح لهم يفضلوا في الغابة، لكن او رفضت وقالت له ان لو بيحب حياته يبقى ما يقولش لحد عن وجود تكدو. جيو كان ناوي يعترض لان قبيلة الألف السود مش هتعرف تعيش من غير الغابة، لكن مولترر منعه لانهم ما قدوش يزعلوا تكدو. الاتنين قاموا ومشيوا، وتكدو فضل يفكر هو انا كده صح؟ أنا مش عايز الألف يعانوا. وفجأة جات له فكرة، فنادى على مولترر وجيو وسألهم ما تيجوا تبقوا مواطنين عندي. الاتنين اتصدموا ومش عارفين يردوا، حتى او نفسها ما كانت مصدقة. سحبته على جنبه وسألته انت قلت كده ليه؟ تكدو شرح لها انه بيفكر يضم الألف السود لنظام اللي جايين في اللعبة. ولما جاب سيرة النظام ده هو استوعبت ان الفكرة مش وحشة، لان الألف مش أشرار بالفطرة وهيتوافقوا مع مملكة منارة اللي ميالة للشر. كمان مواطني منارة الأساسيين في اللعبة كانوا الهومن، ودول شكلهم مقرف. سألته يعني عايزنا نعيش وسط الكائنات دي؟ لكنها اقتنعت في الآخر وقالت لمولترر وجيو إنهم لو انضموا المنارة هيبقوا تحت حمايتها. مولترر سألها يعني إيه؟ فقالت له بصراحة من اللحظة اللي هتنضموا فيها هتبقوا أشرار والقرار راجع ليكوا. لكنها طمنتهم إن الموضوع هيكون ممتع. بعدها تكدو أو راحوا المخيم الألف. أو كانت زعلانة إنهم خدوا وقت طويل علشان يقرروا، بس تكدو كان متوقع ده. وصلوا ومولترر أعلن قدام الكل إن ملكهم الجديد وصل.
الكل ركع وفتحوا الطريق لتكدو وهو رايح ناحية العرش اللي اتعمل له. بعض الألف كانوا خايفين والبعض مبسوطين، لكن اللي قربوا منه قوي فقدوا الوعي من كتر الطاقة السوداء اللي خارجة منه. جاي يحذرهم ما تبصوش له مباشرة علشان ما تفتكروش انه بيهنكم، لكن تكدو ما كانش مهتم بالكلام ده وقعد على العرش. ولما الكل اتجمع أعلن رسمي انهم كلهم من النهاردة مواطنين في منارة. جايو كان متوقع حاجة أكبر، خصوصا بعد ما قالت لهم انهم هيبقوا أشرار. فجأة حس بكراهية رهيبة دخلت جسمه وافتكر كل الظلم اللي شافه. نفس الإحساس ده حس بيه كل أفراد القبيلة، وبعد ما افتكروا الاضطهاد ارتاحوا إنهم أخيرا لقوا حد يحميهم. بعد كام يوم في مملكة منارة الجديدة الأمور كانت ماشية كويس. تكدو كان بيبص على الخريطة اللي ملترار اداهاله واتعصب لأنه ده أسوأ مكان بداية في اللعبة. أو سألته ماله، فشرح لها إن شمال الغابة في مملكة كوليا المقدسة ومملكة إلينا، والاتنين ميالين الخير. يعني لو عرفوا بوجود مملكة شريرة زي منارة هيهاجموهم فورا. وكمان الغابة الملعونة ما فيهاش موارد، لكن لحسن الحظ دلوقتي عندهم الألف السود، وده عدد كافي يبني قوة للمملكة. أو سمعت إنهم جايين وكانت مبسوطة إنهم ممكن يجيبوا معلومات مهمة. بعد شوية مولترار وجيو وصلوا معاهم بنت اسمها إيميل. جيو قال إنها ذكية وفاهمة في الأساطير والشؤون الخارجية ومتأكد إنها هتفيد خطط تكدو كان مبسوط، لكن لاحظ إنهم متوترين فقال أو تقول لهم ما يبقوش رسميين كده. دخلوا في الموضوع أو قالت إن تكدو خد قرارات إدارة المملكة. من النهاردة مولترر هيبقى مسؤول عن شؤون المملكة بما إنه بيعرف يستخدم السحر، أما جايو فهيبقى قائد المحاربين وعنده السلطة الكاملة على القوات. جايو قال إنه فخور ووعد إنه هيذبح أي حد يقف في طريق تكدو حس بالجدية في عينيه فقال أو تقول للكل أنا بحب السلام فنتجنب المعارك إلا لو اضطرينا. جايو ما صدقش إن ملك الدمار بيحب السلام، بس مش مشكلة. أو قالت للكل يرتاح دلوقتي لأنهم قريب هيبنوا بيوت في الغابة. سألت تكدو لو ينفع يلموا مواد البناء فقال بس من غير ما نخرب الغابة. عجبتها الفكرة وسألت مولترر لو ده ممكن. قال لها إنهم يقدروا وهيعملوا البيوت جوه شجر متجوف. تكدو فرح بالفكرة وقال للكل يبدأوا بسرعة، بس فكرهم إنهم لازم يعملوا إعادة تشجير. الكل اتلخبط وسألوه يعني إيه. استغرب إنهم مش عارفين لأن المفروض الناس هنا فتحوا شجر التكنولوجيا العمارة المتقدمة. سألهم عن السحر العسكري والعناصر الستة العظمي، فقال مولترار إنه سمع عن 4 بس. إيميل شكت إن في حد من الأمم التانية يعرف عن السحر العسكري. تكدو اكتشف إن الناس هنا متخلفين عن توقعاته، والسحر بتاع الألف أقل بكتير من اللي متخيله، لكن لو باقي العالم كده يبقى يقدر يلحقهم قريب. أو شرحت لهم يعني إيه إعادة تشجير، يزرعوا شجر كل ما يقطعوا شجرة ويستخدموا سحر يسرع نموها. وقالت إن دي تقنية تكدو اختراعها رغم إنها كدبة، لكنه محبش يقول الحقيقة. إيميل اتفاجئت واتحمست وسألته لو هو اللي عمل التفاح والعنب. قالت له إنها زرعت بذرة عنب وبدأت تنبت ومش قادرة تستنى تشوفها. تكدو سكت، وفجأة لما قالت إنها زرعت بذرة عنب استوعب إن الفكرة ما كانتش على بالهم أصلا، والفواكه زي التفاح والعنب مش موجودة في العالم ده. سكت، ومع كده هو قدر يعملها بمهارة الإنتاج الطارئة بتاعته. لو فرضيته صح يبقى يقدر يعمل أي حاجة من البارود للمعادن وحتى البترول. يعني غزو العالم مش هيبقى صعب زي ما كان فاكر. وفي الآخر الكاميرا راحت لقصر كبير في مكان نظيف، جواه واحدة بتكلم الكاردينال وبتقوله إن نهاية العالم هتيجي من الأراضي الملعونة في القارة المظلمة. الكاردينال قال لها لازم نستعد، الوحوش بدأت تظهر من المقاطعة الشمالية. فقالت له يلا بينا. وهم في الطريق كان الفرسان كلهم بيسمعوا قصص عن قوة سيلينا الخاصة، واللي شافوه لحد دلوقتي بيان لهم إنها زي أي بنت عادية. لكن لما قابلوا مجموعة من الجوبلينز سيلينا وريتهم ليه هي محترمة قوي جوه الكنيسة تحت حكمهم. كانت المخلوقات الشريرة زي جوبلينز
بتتشاف زي الوباء ولازم يتم محييها بضربة واحدة من عصاها. سيلينا حرقتهم كلهم لحد ما العرماد. الفرسان اتخضوا من اللي شافوه، لكن الأسقف شرح لهم إن قدرة سيلينا دي جزء من السبب اللي خلى الإمبراطورية تقدر تحافظ على السلام مع الألف وتدفع كل البشر في دورية، وعشان كده هي واحدة من القديسين العظماء السبعة في القارة. سيلينا سألت الأسقف لو عنده أي أخبار عن التحذير اللي حصل في الأراضي الملعونة. الأسقف قال لها إنه ما يقدرش يبعت فرسان مقدسين يحققوا في المنطقة دي لأن بلدهم مركزة اهتمامها على الجنوب، واعتبر إن الفكرة دي عبيطة لأن الكنيسة المركزية مستحيل توافق تبعت فرسان من غير سبب قوي. سيلينا قالت له إنها لو مش هتبعت فرسان هتروح تتحقق بنفسها. الأسقف رد عليها إنها ما تقدرش تعمل كده لأنها قديسة، وأي حاجة هتعملها هتأثر على سمعة الكنيسة. ولما شاف إن سيلينا مش ناوية ترجع في كلامها قال لها إنه هيبعت كام واحد من قواته الخاصة يحققوا. وهو ماشي طلب منها تتكفل بعائلة فلاحة. في الوقت ده كان الإلف السود بيشتغلوا على أعمال البناء، وأخيرا خلصوا غرفة العرش. تاكتو كان مبسوط قوي لأنه مش هينام في الطين تاني، وبلده بقت خطوة أقرب للسيطرة على العالم. بس وقتها المسؤولين بتوعه ظهروا عشان عندهم اجتماع للشؤون الداخلية. النهاردة جابوا له أخبار حلوة إنهم خلصوا تصميم الهدوم الجديدة اللي طلبها. تاكتو فرح أكتر عشان زهق من إنه يلبس بيجامة المستشفى طول الوقت. الباقيين كانوا مبسوطين إن تاكتو عجبته الهدوم الجديدة، لكن كان عندهم مواضيع أهم لازم يناقشوها، فبدأوا الاجتماع. تأجدو ما كانش مركز وكان بيتفرج على لبسه الجديد، ورغم إن في وشه كان ظاهر أسود في أسود كحل وظلمة، أو اقترحت يبدأوا الاجتماع من غيره. أول حاجة مولترير سأل قوي عن إيه المباني اللي لازم يبنوها بعد غرفة العرش. لسه ما بنوش حاجات كتير، بس خلصوا شغل التحضير زي تسوية الأرض وتنظيف الفروع القريبة، أو قالت لهم يبدأوا بمكان لإنتاج الأكل لأن الأكل هو الأولوية. مولترير استغرب ليه يقلقوا على الأكل وهو شايف إن تأجدو يقدر ينتجه بقوته، لكن شرحت إنهم ما يقدروش يفضلوا معتمدين على تأجدو في الأكل، ولو ما كانش موجود هيعملوا إيه؟ ساعتها فاهم إن عندها حق. طلبت يبدأوا شغلهم فورا، وطلعت حاجة صدمت مولترير فسألها عن الكائن ده، فردت عليه إنها شجرة لحم. الاسم ما كانش مطمئن والتفسير كان أوحش لأنها شجرة بتطلع لحم طعمه زي لحم البشر. قالت إنها الخطوة الأولى في خطة إنتاج الأكل، لكن مولترير وجيو وإيميل كلهم اتفقوا إن أغلب الناس مش هتحب تاكل حاجة طعمها زي لحم البشر. وضحت إنهم ممكن يجيبوا مصادر أكل تانية فيما بعد، لكن دلوقتي محتاجين مكان يخزنوا فيه لحم الشجرة. إيميل قالت إنها تقدر تبني مخزن ليه، وكأن الشجرة ما كانتش مقرفة كفاية طلعت كمان بتتكلم. النقطة اللي بعدها في الاجتماع كانت البحث، أو قالت إنهم لازم يكتسبوا أحدث التكنولوجيا لو عايزين يتقدموا بسرعة. مولترار سألها عن نوع التكنولوجيا اللي عايزين يركزوا عليه، أو قالت إن التكنولوجيا السحرية هي الحل، وبالأخص السحر العسكري. السحر العادي بيخليهم يهاجموا حوالي 20 خصم مرة واحدة، وده مولترار يقدر يعمله بالفعل، لكن السحر العسكري بقى بيخليهم يهاجموا الآلاف مرة واحدة، وكمان يغيروا تضاريس الأرض عشان يدوا نفسهم ميزة. الراجل اتفاجئ إن في سحر زي ده وتحمس يتعلم عنه، وقال إنه هيتولى البحث بنفسه. اللي فاضل دلوقتي هو التخطيط العسكري. جيو اقترح يجهزوا جيش، لكن تاكدو وقف وقال إنهم مش عايزين يحطوا مجهود كبير في الجيش دلوقتي لأن الجيوش ما بتنتجش حاجة لكن بتستهلك موارد، ومنارة لسه ما عندهاش موارد كفاية. كمان حتى لو عملوا جيش هم مش أقوياء كفاية يهزموا أي حد، يعني فكرة فاضية. جيو اعترض وقال إنهم كده مش هيعرفوا يحموا تاكدو لو حد هجم، والأسوأ إن مولترار وجيو نفسهم عليهم مكافآت لأنهم زعماء قبيلة الإلف السود ممكن يتم اصطيادهم في أي وقت. تاكدو وافق إن إهمال الدفاع فكرة وحشة، لكنه مش عايز يصرف الموارد على جيش، فقال إنه هيعمل بطل بداله. أو قالت له إن دي فكرة عظيمة لأن البطل مهما كانت تكلفته عالية إلا إنه أسهل بكتير من جيش كامل. مولترو وجيو اتلخبطوا وسألوا قوي قصدها إيه بالبطل. شرحت إن في المنارة أبطال بيخدموا تحت الملك، كلهم أقوياء وليهم قدرات خاصة لكنهم كمان مجانين فالتعامل معاهم صعب. أو وضحت إن في شروط لاستدعاء بطل، ومع التقدم اللي وصلوا ليه هيقدروا يستدعوا واحد قريب، وكمان استدعاء بطل مش هيلفت الانتباه ليهم فهتفضل المنارة مخفية. كده خلصت كل هموم الشؤون الداخلية. في الإمبراطورية كان في فارس شاب اسمه لونيوس قاعد بيدعي. فارس اسمه فيليتس جه يكلمه واتضح إنهم الاتنين مكلفين بالتعيق في الأراضي المظلمة. فيليتس لاحظ إن لونيوس لابس خاتم زواجه كتميمة حظ وقال أكيد عنده عيلة مستنية في البيت. لونيوس رد إنه عنده زوجة اسمها مارشا وبنت اسمها مينا، لكنه أكد إن حياته الشخصية مش مهمة للمهمة ومش ناوي يتكلم عنها. لونيوس كان سامع إشاعات عن فيليتس إنه قليل الذوق، وطلع الإشاعات صح، لكن فيليتس مش راجل وحش ومهاراته قوية. فيليتس بدأ يشتكي إنهم كلفوه بمهمة
المهمة فاضية، لكن لونيوس ذكروا إنها للتحقيق في نبوءة القديسة سيلينا، فلازم ياخدوها بجدية. فيليتس استغرب إنهم ادوا فريق ضعيف لمهمة لقديسة، لأن هو ولونيوس الفرسان الوحيدين في الفرقة والباقي مرتزقة جايبينهم يملوا الفراغ. الاحتمالات مش في صالحهم، خصوصا إن المهمة في غابة الجنوب، لكن فيليتس عايز يخلص بسرعة عشان يرجع البيت. في المنارة البناء كان ماشي كويس جدا، المكان بدأ يبقى زي حضارة حقيقية، والإلف السود ما بقوش متضايقين من شجر اللحم. تاجدو كان متحمس يشوف كل ده بنفسه. إيميل وريته منطقة السكن، معظمها بيوت فوق الشجر، وبما إنها مركزة على إنتاج الأكل ما كانش عندها وقت كافي للبيوت، بس شجر اللحم بينمو كويس، يعني مخزن الأكل هيخلص قريب. إيميل أخدت تاجدو للغابة، لكن المنظر كان مختلف عن اللي شافوه قبل كده. لما وصلوا للنبع لقوا المية بقت سودة. مولترار وجايو وصلوا بعد ما سمعوا إن إيميل عايزة تبني قناة مية هناك، لكن بالشكل ده حسوا إنهم مش هيستخدموه، أو قالت لهم إن المية لسه آمنة ونزلت تشرب منها قدامهم. الكل اتصدم من المخاطرة، لكنها طلبت منهم ياخدوا نفس عميق، ولما عملوا كده حسوا إن الهواء أحسن من المعتاد، أو شرحت إن دي من فوائد أرض المنارة الشريرة. الأرض هناك بتتحول لأرض ملعونة، وده بيدي قوة صغيرة للمخلوقات الشريرة زيهم، لكن بيعاقب المخلوقات الطيبة والمحايدة. يعني المية والهواء والبيئة ممكن يبانوا فاسدين، لكن مواطنين منارة مش هيتأذوا. المشكلة إن غابة ملعونة هتكون واضحة جدا، وده ممكن يخرب خطتهم في البقاء مخفيين. طول ما المنارة صغيرة مش هتبقى مشكلة، لكن كل ما تكبر هيبقى أسهل اكتشافها. جيو ومولترر شافوا إن الوقت جه يبنوا جيش، لكن ردت إن بطل واحد كفاية. ولما حسوا إنهم لسه مش فاهمين استخدمت قوة مخلت اللي في ظهرها وقطعت كل الشجر في ثانية واحدة. الكل اتصدم، فوضحت إنها هي كمان بطل، وبما إنها موجودة من فترة قوتها بدأت ترجع، لكن لسه بعيدة عن عز أيامها. وضحت إن الأبطال أقوياء بشكل لا يصدق، وقوتهم بتكبر مع الوقت. تاجدو كان واثق إنهم بخير طول ما مفيش تعديلات كبيرة، لكنه كان زعلان من قوي لأنها ما كانش لازم تدمر الشجر عشان تثبت قوتها. مولترر وجايو اتبهروا من قوة تاجدو واقترحوا يبنوا قصر يليق بجلالته، لكن تاجدو شايف إن ده هيكون إهدار موارد. جايو وإيميل أصروا إنه لازم يكون عنده قصر، أو قالت له إن القصر ممكن يخلي الناس مبسوطين أكتر وبالتالي يزيد إنتاج المانا. ساعتها تاجدو اعترف إن القصر فكرة كويسة، وكان أصلا نفسه يعمل قصر طاير، لكن من غير ما يعرف الفرسان المقدسين كانوا بيقربوا من الغابة، وأكيد هيحصل صدام لما يكتشفوا المنار. لونيوس اتقال له إنه عمل شغل عظيم لما جاب كل المرتزقة دول، فرد وقال إن المهمة ما كانتش سهلة، خصوصا إن معظم المرتزقة دلوقتي متمركزين في الشمال. هناك ظهرت فجأة مجموعة من البرابرة وبدأوا يهاجموا القرى القريبة. القديسة وجيشها راحوا عشان يتعاملوا معاهم، لكن الوضع لسه سيء جدا. واحد من المرتزقة علق إنه مبسوط إنه مش معاهم في الحرب ضد البرابرة. مرتزق تاني قال إنه يمكن يستاهل القتال هناك لأنه سمع إن الأجر عالي جدا، لكن في إشاعات عن ساحرة ظهرت في المنطقة وده خلى الكل ما يحبش يتورط. فيلدوس قال إنه مفيش فايدة يتكلموا عن الموضوع، لأن سواء كانت الساحرة حقيقية أو لا هم ما عندهمش أي احتمال يقابلوها طالما متجهين للجنوب. لونيوس بدأ يسأل المرتزق بيرجو عن تفاصيل أكتر بخصوص الساحرة. بيرجو قال إنها مجرد إشاعة بتقول إن في ساحرة هي اللي ورا الفوضى في الشمال، لكن لونيوس كان شايف إن ده كلام فارغ ومستحيل واحدة بس تعمل كل ده، خصوصا إن القديسة نفسها اتبعتت تتعامل مع الوضع. بيرجو وضح إن الكلام بعيد عن المنطق وإنه شخصيا مش مصدق، لكن الأمان أهم لأن مواجهة ساحرة حقيقية هتبقى خطر رهيب. بعدها المرتزقة سألوا ليه الملكة تبعت فارسين مقدسين للأراضي الجنوبية وإيه اللي ممكن يواجهوه هناك. برجا وضح إنه لو كان شيء كبير زي سحرة فهو هينسحب من دلوقتي. فيلدس ما كانش عنده تفاصيل دقيقة عن إن ممكن يقابلوه في الغابة، لكنه طمن برجا وقال إنه غالبا الموضوع ليه علاقة بالإلف السود اللي ظهروا مؤخرا في الغابة. المملكة عايزة تتأكد إن الإلف مش هيعملوا مشاكل. لونيوس وبرجا صدقوا الكلام لأن في نظر المملكة الإلف السود قتلة خطيرين ومستخدمين للعنت. لونيوس كان قلقان إنه لو اتسابوا ممكن يكبروا ويبقوا أقوياء كفاية لمهاجمة المملكة، وقتها الإبادة الجماعية هتكون الحل. لكن فيلدس قطعه وقال إن المهمة دي بس للتحقيق، ولو الأمور خرجت عن السيطرة هينسحبوا فورا. برجا كان شايف إن فيلدس عاقل لأنه مش عايز يشارك في قتل جماعي. لونيوس ما فهمش ليه فيلدس يرفض فرصة إنه يمحي جنس شرير زي ده، لكن فيلدس رد عليه وقال أنت عندك زوجة وبنت وعايز تدخل معركة إبادة من غير سبب، حتى لو مش فارق معاك ترجع عايش. المرتزقة اللي معانا عندهم عائلات عايزين يشوفوها. لونيوس كان لسه مش مقتنع انهم يسيبوا الإلف يعيشوا، لكنه برضه عايز يشوف عيلته، فقرر يسمع كلام فيلدوس في الآخر. في المنارة تاجدو جمع مواطنيه في مكان واحد لأنه كان عايزهم يشوفوا حاجة. الكل اتلخبط لما شافوه واقف جنب كومة من فاكهة شجرة اللحم، لكن فجأة رفع ايده وصب مناه في الفاكهة. في لحظة الكومة اتحولت لجيش من جنود الكشافة قدام عيونهم. الكل انبهر من اللي شافوه. أعلنت ان ده مجرد جزء بسيط من اللي تاجدو يقدر يعمله، وعلشان
كده لازم يفضلوا محلصين ليه. بعدها رجع تاجدو لغرفة عرشه، وبما انهم متأكدين دلوقتي انهم يقدروا يصنعوا جنود بأمان، قالت انهم يقدروا يدخلوا المرحلة الجاية، استدعاء البطل. الطقس هيحتاج وقت عشان تاجدو لازم يخزن مناه كتير، لكن لما يخلصوا هيبقوا فعليا لا يقهرون. كانت متحمسة وسألت تاجدو مين هيستدعي أولا. تاجدو قال انه هيختار إسلا ملكة الحشرات لأنها عندها فوائد كتير. إسلا بتقدر تزود قوة الجنود من نوع الحشرات القريبة منها، يعني حتى الصراصير الكشافة هيتحولوا لمقاتلين أقوياء جدا. كمان إسلا بتقدر تنتج جنود يساعدوا في القتال والبناء، فهتبقى مثالية لتطوير المنارة. أو مدحت تأكدوا على استراتيجيته غير قدرات إسلا الفريدة. هي كمان البطلة الوحيدة العاقلة، باقي الأبطال إما مهووسة بالسيطرة على العالم أو عايز يحرق كل حاجة. وتأكدوا ما كانش عايز يتعامل معاهم دلوقتي، لكنه عارف إن في المستقبل هيضطر يستدعيهم رغم إنه قوتهم لا تصدق. في نفس الوقت الفرسان المقدسين والمرتزقة واجهوا عملاق ليل ما قبضش مرتبه، والتعامل معاه ما كانش سهل. لونيوس قال للمرتزقة يجهزوا للمعركة، لكن قبل ما يبدأ القتال فيليدوس قال للجميع يهدوا ويسيبوه يتعامل مع العملاق وحده. لونيوس حاول يعترض، لكن فيليدوس أصر إنه هيبقى أسرع لو تولى القتال بنفسه لأنهم ما عندهمش وقت يضيعوه. فيليدوس مشي ناحية العملاق وبدأ يتمتم بكلمات غريبة. لونيوس شرح للمرتزقة إن فيليدوس بيستخدم تقنية سرية من كواليا بتخلي الفارس يضيف قوة هائلة لهجماته عن طريق الطقوس. العملاق حاول يضربه بعصاية ضخمة، لكن فيليدوس قطع العصاية نصين بسهولة. قوة الفنون دي بتختلف من فارس للتاني، لكن بالنسبة لفارس مقدس كبير زي فيليدوس قوته تعادل قوة تنين صغير. العملاق ما كانش عنده أي فرصة. لونيوس بدأ يمدح فيليدوس على قوته الرهيبة، وقال إن وجوده مع الفريق يخليهم قادرين يواجهوا أي شيء في الغابة السوداء. لكن فيليدوس ما كانش مبسوط وقال إنهم لسه ما يعرفوش حاجة. في المنارة تاجدو افتكر إن عنده موضوع مهم يناقشه. فضل الكشافة الجدد بقى يقدر يشوف أعمق في الغابة، وأوضح إنه قلقان من القرية القريبة جدا لأن عاجلا أم آجلا هيكتشفوا وجود المنارة. لحسن الحظ القرية مش تابعة للإمبراطورية المقدسة في كواليا، يعني ممكن يكونوا محايدين، وده يفتح باب للتفاوض. لكن لو حد تاني ظهر الوضع هيبقى خطر. تاجدو قال لكوي ما تقلقش لأنه لسه ما فيش دليل إن حد اكتشفهم، لكن كوي علقت مزحة إن الكلام ده دايما بيجي بعده كوارث. تاجدو ضحك معاها، لكن الكارثة فعلا وصلت. اكتشف إن مجموعة جنود مسلحين دخلوا المنطقة. تاجدو ما كانش عايز يلفت الانتباه، فأمر أو إنها تتعامل معاهم، ولو ما فيش فايدة عندها الحرية تقتلهم. البعثة المقدسة كانت بتجهز لدخول الغابة، لكن قبل ما يتحركوا فيلدس لاحظ حاجة غريبة ورا الشجر. طلب من الكل يتراجع، وبعد لحظات ظهرت أو من الغابة مرتدية عباءة. فيلدس ولونيوس اتفاجئوا إن في حد عايش هنا أو كذبت، وقالت إنها إلف سودة متواضعة عايشة في الغابة مع ناسها. لونيوس لسه كان عنده فكرة الإبادة في دماغه وحاول يستفزها، لكن فيلدس قطعه وغير الموضوع وقال لقوا إنهم جايين يحققوا بس، وسألها لو ممكن تسمح لهم يدخلوا، أو رفضت بأدب وقالت إن الإلف السود مش عايزين بيتهم الجديد يتدمر من غير سبب. لونيوس حس إنه اتهان. إزاي إلف سودة حقيرة ترفض طلب فرسان مقدسين؟ لكنه ملحقش يتكلم لأن فيلدس صرخ فيه سكت. بعدها حاول يقنع أو تسيبهم يدخلوا، وقال لها إن القديسة بعثت وحي عن كارثة في الغابة. لونيوس اتجنن لأن ده سر قومي، لكن فيلدس زعق فيه تاني وقال له إنه هيبلغ عنه في كواليا لأنه خالف القواعد. رجع فيلدس يسأل أو مرة تانية لو هتسمح لهم بالدخول، لكنها صرت وقالت إنه مفيش داعي يدوروا في الغابة لأنها أمنة ومفيش حاجة خطيرة. كلامها كان كذب واضح، لكن فيلدس شاف إنه مفيش فايدة يتخانق هنا وأمر الكل ينسحب. فيلدس كان عارف إنه فيلدس مخبية حاجة، لكنه كمان عارف إن اللي تخرج تواجه جيش كامل بكل ثقة يبقى الأحسن عدم الدخول في مواجهة معاها. الانسحاب كان الخيار الأسلم، لكن لونيوس ما فهمش إنه انسحاب تكتيكي، واتهم فيلدس إنه بيتخلى عن المهمة وقال إنه هيسحب سلطته والمرتزقة هيتبعوه لأنه هو اللي مأجرهم. فيلدس حذرهم لكن محدش سمع كلامه. لونيوس أمر الرجال يقبضوا على فيلدس، ورغم إنها حاولت تسيبهم يمشوا بسلام لأنهم أصروا، وفي لحظة لونيوس لقى نفسه مرمي على الأرض غارق في الدم، وكل المرتزقة اللي جابهم ماتوا متعلقين في الهواء. السؤال دلوقتي هل هيقدر يخرج من هنا حي ولا هيلحق؟ كان فيلدس يصرخ طالبا أن يذهب أحدهم لإبلاغ المملكة بما حدث، لكن بارفو رد أن جميع الرسل تمت تصفيتهم على يد وأن المرتزقة الباقين لا يملكون سرعة كافية للوصول في الوقت المناسب، خصوصا وهي في حالة هجوم. عندها أعلن بارفو أنه لا خيار أمامهم سوى القتال، وأمرهم بالاستعداد ورمي كل ما لديهم عليها. بالفعل أطلقوا السهام، لكنها صدتها جميعا بسهولة وكأنها كانت تلهو بهم. في تلك اللحظة كان آخر ما يريده فيلدس هو مواجهة مخلوق مثل
لها، خاصة بعدما بدا أنها لم تكن تنوي إيذاء أحد لو تركت الغابة في حالها، لكن بسبب تهور لونيوس أصبحت مجبرة على القتال. عندها بدأ لونيوس يدرك حجم خطئه وسأل فيليدس عن حقيقة ما يواجهونه. منذ البداية شعر فيليدس أن أو ليست طبيعية، وعندما ظهرت صورتها الحقيقية تأكد أنها ساحرة مصنفة كوحش كارثي يهدد الأمن القومي. أمر فيليدس المرتزقة بتراجع، وأكد أن المواجهة ستكون بينه وبين لونيوس. اندفع الاثنان نحوها، لكنها استهانت بهما وصدت ضرباتهما بسخرية. فجأة فوجئت بقطع 2 من مخالبها، عندها أدركت أن ضرباتهما المقدسة تحدث تأثيرا مضاعفا عليها. حسب فيليدس أن التخلص من جميع المخالب سيؤدي إلى هزيمتها، لكنها لم تكن غافلة، إذ خطفت 2 من المرتزقة استخدمتهما كدروع بشرية لإجبارهما على التوقف. نظر فيليدس إلى لونيوس مؤكدا أن عليهم إيقافها الآن، وإلا ستهاجم مملكة كواليا غدا. وافق لونيوس على مضض. دفعا معا مرة أخرى فقتلا المرتزقة مع آخر مخالبها. اندهشت أو من برود أعصابهما استعدادهما لقتل رفاقهما بلا تردد، لكن سرعان ما قلبت الموازين اخترقت جسد فيليدس من كل اتجاه. في أنفاسه الأخيرة صرخ للونيوس أن يهرب، ثم اخترق أحد المخالب رأسه. وقف لونيوس مذهولا غير مصدق أنهم قضوا فعلا على جميع مخالبها، لكن أو ضحكت وسألت متى قالت إنها لا تستطيع إنبات غيرها؟ الحقيقة أنها قادرة على توليد عدد لا نهائي منها، وكل ما جرى لم يكن سوى لعب. بعد هذا المشهد فقد المرتزق الأمل، لم يعد أحد منهم قادرا على رفع سلاحه، وبدا واضحا أنها لا تنوي ترك أي ناج. عندها صرخ لونيوس مطالبا إياهم بالهرب في كل اتجاه، لعل أحدهم يتمكن من الوصول إلى المملكة ونقل ما حدث. بالفعل ألقوا أسلحتهم وركبوا، لكنها لم تكترث بمطاردتهم، وقالت إنها لو أرادوا ذلك منذ البداية لوفرت وقتها. أما لونيوس فقد بقي واقفا عازما على مواجهتها وحده. رفع سيفه وهاجمها، لكن المفاجأة أنها صدت ضربته بالتقنية المقدسة نفسها. صدم متسائلا كيف لمخلوق شرير أن يستخدم الفنون المقدسة، وكان الجواب أنها حين قتلت فيلدس امتصت خبراته في السيوف وتقنياته، فأصبحت ماهرة مثله تماما. بدأت تهاجم مستخدمة تقنيات فيلدس، وهي تضحك وتمتدح مقاتلا من النخبة، مؤكدة أن خسارته جاءت فقط بسبب رفاق لا يعرفون متى يصمتون. لم تتوقف عن استفزازه، وسألته إن كان قد فكر يوما إن كان سيلحق العودة إلى زوجته وابنته. تجمد مكانه، إذ لم يذكر أمر عائلته أمامها قط. عندها أدرك الحقيقة المروعة، أو لم تسرق مهارات فيلدس فقط، بل سرقت ذكرياته أيضا. قالت له ببرود إنها تستطيع إخباره بآخر فكرة راودت صديقه قبل موته. لقد ظل حتى أنفاسه الأخيرة يفكر برجاله ويريدهم أن يعيشوا، بعكس لونيوس الذي لم يكن يحمل سوى خوفه وأنانيته. حاول لونيوس الدفاع عن نفسه، مؤكدا أن المرتزقة الذين فروا قد نجحوا في تبليغ المملكة بالمصيبة، لكن ردها كان صادما. كل المرتزقة قتلوا بالفعل. أوضحت أنها لم تطاردهم بنفسها، لكنها لم تكن وحدها، فقد أرسلت الألف السودي خلفهم فتمت تصفيتهم جميعا. عندها انهار لونيوس بعدما أدرك أنه الناجي الوحيد. حاول يائسا أن يهاجمها، لكنها أمسكت به وشلت حركته. قبل أن تجهز عليه زادت من عذابه بتذكيره بما كان يمكن أن يحدث لو استمع لصديقه. كانوا جميعا سيعودون سالمين، وكان سيحيا مع زوجته. بسببه صرخ لونيوس متوسلا ألا تفعل، لكنها كانت قد ملت اللعب به، فقررت إنهاء أمره بعد أن قضت عليه. ولو وصلت لحد هنا فأنت أكيد مستمتع. ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب، واكتب لي في الكومنت رأيك. جاءها جون وأخبرها أن رجاله أنهوا كل المرتزقة الفارين، ولم يعد أحد قادرا على كشف ما حدث. شكرتهم وطلبت التخلص من الجثث، وقبل أن ترحل سألها جون إن كانت جادة في نيتها قتل عائلة لونيوس، لكنها ضحكت وأجابت أنها كانت فقط تخيفه، فهي لا تنوي إبادة جماعية، فهذا عمل مرهق وهي لا تتحرك إلا عند ضرورة. ثم قالت إنها مضطرة للذهاب بأنها تملك ما هو أهم. قبل القتال كانت قد سمعت فيلدس يناديها ساحرة، مع أنها مصنفة كبطلة كما ذكر، ساحرة في الشمال، وهو أمر غريب، فحتى تكت نفسه لم يسمع بتصنيف كهذا من قبل في اللعبة. عندها أصبح مقتنعا أن هذا العالم مختلف عن العالم الذي عرفه، وأن النظام الأساسي ليس نفسه.
لم تكن الاختلافات كلها سيئة، فأو لم تعد تمتص مهارات ضحاياها فقط، بل تطورت قدرتها لتأخذ أجزاء من ذكرياتهم أيضا، وبفضل ذلك حصلت على معلومات كثيرة عن وضع مملكة كواليا الحالي. لحسن الحظ كانت المملكة مشغولة بما يجري في الشمال، وبالتالي لن تتمكن من التركيز على منارة في الوقت القريب، لكن اختفاء فرقة التحقيق سيجعل الأمور مشبوهة، ورد فعل كواليا قادم لا محالة. أكثر ما أقلق أو هو ما يحدث في الشمال، حيث تعيش الساحرة أراكينو. عندما حاولت أن تحفر في ذكريات فيلس لم تجد الكثير سوى أنها ساحرة تملك قوة تكفي لتدمير جيش كواليا وحدها. في تلك الأثناء كانت أراكينو قد هاجمت قرية أخرى وأعادت القرويين الذين ماتوا ليخدموها كجثث متحركة كالزومبي. شعر تكت بالريبة، فما فعلته من دمار وهي لم تظهر إلا مؤخرا يجعله يظن أنها جاءت من عالم آخر مثله تماما. لو كان هذا صحيحا فإن الوضع سيصبح أكثر تعقيدا. عندما سألته أو عما سيفعلون الآن، قالت إن أراكينو تبدو شريرة، لكن ربما يمكن التفاهم معها. رفض تكد الفكرة، مشيرا إلى أنهم لا يعرفون طبيعتها. شعرت أو بخيبة أمل، وقالت إن المشاكل بدأت بالظهور في اللحظة التي بدأت الدنيا تسم لهم، لكن تكد ذكرها أن أراكينو بعيدة في الشمال، أنها لن تكون مشكلتهم المباشرة الآن. ومع كثرة التهديدات الجديدة صار واضحا أن منارة تحتاج إلى دفاع أقوى. لهذا قرر تكد الإسراع في إنشاء بطل جديد. كان ينوي اختيار إليسيا أولا، لكن مع الظروف الحالية قد يغير رأيه ويبحث عن شخصية قتالية أكثر. أدرك كذلك أن خطة الاختباء لم تعد صالحة، خصوصا مع دخول ساحرة جديدة إلى اللعبة، وأن عليه السعي إلى تحالف مع دولة أخرى. كانت كواليا خارج الحسابات بعد ما جرى، لكن الدولة الواقعة شرق الغابة قد تكون خيارا جيدا بما أنها محايدة. وأكدوا أنه بمجرد انتهاء القصر سيذهب بنفسه ليتحقق من إمكانية التعاون معهم. في تلك اللحظة وعلى الجانب الآخر كانت مدينة الشرق تتعرض لهجوم من البرابرة. وسط المعركة ظهرت عجلة تحمل عصا سحرية، أطلقت منها برقا هائلا دمر صفوف الأعداء، فتعالت هتافات الناس شكرا لها وإعجابا بقوتها. بعد أن حمت البطل المدينة بسهولة من هجوم البرابرة، فوجئت بأن الأعداء عادوا للوقوف مجددا، مما أوضح أن هناك مشكلة كبيرة في المنارة. أنهت حديثها وغادرت، لكنها تذكرت أمرا أرادت الاعتذار عنه. أخبرت تكتو أنها تعرف أنه لا يحب العنف غير المبرر، لكنها اندفعت قليلا أثناء تعاملها مع الفارس. نظر إليها ببرود ورد قائلا: وما شأني أنا؟ عندها تذكرت أنه رغم طيبته لا يزال تجسيدا للشر ولا شيء يؤثر فيه. بعد فترة قصيرة اكتمل بناء القصر، وكانت شعر تكتو بحماس كبير، فقد طالما حلم بامتلاك قصر ضخم. طمأنته أو قائلة إنه في يوم من الأيام سيصبح القصر عظيما لدرجة أنه سيخترق الغيوم. أثناء حديثهما لاحظت أو أن الملك رغم مكانته لم يكن له خدم شخصيون، وهو أمر غريب، فسألته إن كان لديه تفضيل معين. أجاب أنه يريد فقط شخصا يستطيع التحدث معه بسهولة، لأنه سيء للغاية في التواصل مع الآخرين. في الحقيقة لم يجري أي حديث مع أحد من الألف السود منذ قدومه. علقت أو بأنهم ربما يرونه مجرد كتلة من الطاقة السلبية، لكنها طمأنته بأنها تملك خطة مثالية. حس تكدو بالقلق من حماسها، لكنه وافق على رؤية ما استفعلوه. استدعت أولجي ومولترر وإيميل وأمرت بجمع كل الفتيات الصغيرات في القرية بحجة إن الملك يريدهن. أصيب تكدو بالصدمة، غير قادر على تصديق ما سمع، وسألها عن السبب، فأجابت إن غايته هي التدريب معهن على الكلام، لكن مقالته بدأ وكأنه تلميح غير لائق، مما جعله يوقفها فورا مؤكدا إنه ليس كذلك وإنها ستتسبب في هلاكه. بعد أن أوضحت الحقيقة شعر مولترر والبقية بالارتياح حين علموا إن الأمر مجرد رغبة في الحصول على خادم أو خادمة يسهل الحديث معهم. شرح تكدو إنه اختار الأطفال لأن المملكة تعاني نقص في العمالة، ولا يريد تضييع جهد العمال الكبار في الخدمة، بينما الأطفال اللي ما يستطيعوا العمل الشاق قد يكونون الخيار الأنسب. وافق الجميع، لكنهم لم ينتبهوا لمشكلة أساسية. مظهر تكدو بالنسبة للبشر العاديين كان كالكارثة المتجسدة، وبمجرد رأى الأطفال هيئته صرخوا وبكوا رعبا. شعر تكدو بالإحباط وسأل مولترر إن كان هناك أطفال لن يصرخوا عند رؤيته، لكن الأخير لم يجد إجابة. عندها تدخل جيو قائلا إنه يعرف التوأم، لكنه لم يقدمهم من قبل لأن ماضيهم صعب، ولم يكن واثقا من ملائمتهم ليكونوا خدما للملك. وبما أن الخيارات محدودة طلب تكدو رؤيتهم. دخل التوأم القصر وقدم نفسيهما كيريا وماريا. تحدثت كيريا باحترام شديد كما ينبغي، بينما خاطبت ماريا الملك بلهجة عامية وكأنه مجرد صديق عادي. من أول نظرة أدرك تكدو أن حياتهما كانت مليئة بالمعاناة. سأل كيريا عن الندوب التي تغطي جسدها، فأجابت بأنها نتيجة وباء قديم ترك آثارا باقية. شرح مولترر أنها عانت المرض في طفولتها، وبعد شفائها بقيت الندوب دليلا على ما مرت به. ثم سأله عن ماريا، فأوضحت كيريا أن شقيقتها مرت بتجربة قاسية للغاية جعلتها تختلف عن السابق. وعندما سأل تكدو عما حدث أجابت ماريا بلا تردد: لقد أكلت أمي. صدم من كلماتها ونظر إلى مولترر طالبا تفسيرا. اعترف الأخير أن الأمر لم يكن مشرفا، لكنه كان الحل الوحيد وقتها، فقد كانت قبيلة الألف السود تواجه المجاعة. وضحت والدة
التوأم بنفسها ليعيش الباقون. لم ينسى أحد تضحيتها، لكنها تركت أثرا نفسيا مدمرا على ماريا التي لم تعد ترى العالم كما يراه الآخرون. لاحظ تاكدو أن ماريا على عكس الجميع لم تخفه، لكنه لم يكن متأكدا من صلاحيتها كخادمة. فجأة اقتربت منه وقالت: أنت أبيض. اندهش من كلماتها، إذ أن معظم الناس يرونه مجرد ظل مظلم يسير على الأرض، لكن نظرتها له كانت مختلفة. سألها إن كانت تريد أن تكون خادمته وتعتني به، فأجابت بالموافقة، فعينها رسميا خادمة ومرشحة لقيادة المنارة مستقبلا. صار هذا دهشة فقد كان أطول حوار أجراه تاكدو مع أي شخص غيرها. أما كيريا فلم تقل الكثير، وعندما سألها عن رأيها أجابت بأنها أختها الصغرى وواجبها أن تكون بجانبها دائما، وإن رغبت ماريا في خدمة الملك فهي ستفعل الشيء نفسه. فرح تاكدو بكلامها ووافق على أن يخدمه الاثنان معا. بعد أن انصرف الجميع اقترب مولترار من تاكدو محذرا إياه من أمر مهم. منذ وفاة والدتهما لم يذرف التوأم دمعة واحدة، وكأن قلبيهما أغلقا تماما. أوضح أن وجودهما كخدم سيكون صعبا ومليئا بالتحديات، لكنه نصحه بالتعامل معهما بصبر وهدوء لعل ذلك يساعدهما على التغير. بدأ التوأم عملهما الرسمي كخدم، لكن المشاكل ظهرت سريعا. ففي أول مهمة دخلت ماريا ومعها كوب ماء لكنها تعثرت فسكبت الكوب عليه. سارعت كيريا بمسحه وقدمت الاعتذار بدلا عن أختها كمن ينظف سيارة في الشارع. لم تكن تلك أول مرة ترتكب فيها ماريا خطأ كهذا، ومع ذلك كان تاكدو هادئا وأكد أنه غير غاضب. بدأ الاجتماع بعد ذلك، وافتتحت إيميل مسؤولة البناء الحديث. أوضحت أن القصر اكتمل وأن هناك عمالا فارغين وموارد فائضة. اقترحت بدء مشروع جديد، فوافق تاكدو وطلب بناء عيادة في أسرع وقت للاهتمام بصحة الشعب. رحبت إيميل بالفكرة وأكدت أنها ستباشر التنفيذ فورا. عرضت التقارير تباعا، فإيميل نفسها كانت مسؤولة أيضا عن جمع الموارد، وذكرت أنهم بحاجة إلى توظيف المزيد من العمال قريبا. لكن عملية جمع الطعام والمواد تسير بشكل جيد بفضل دعم تاكدو. المشكلة الوحيدة أن الأمر يستهلك الكثير من مناه، ما يستدعي إيجاد حلول بديلة قريبا. رد تاكدو بأن الوضع مقبول مؤقتا، لكن الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون لبناء منشآت وأبحاث تزيد من إنتاج المانع. تحدث مولترار بعد ذلك عن إنجازه في تطوير سحر عسكري جديد، وأوضح أنه الوحيد القادر على استخدامه حاليا، لكن مع التدريب الكافي سيتمكن تلاميذه من إتقانه. أضاف أن هذا السحر يمكن تقويته باستخدام المانة التالفة المنتجة في القصر، لكن بما أن تاكدو لا ينوي شن حروب فلن تتاح لهم فرص كثيرة لاستخدامه. عندها طلبت آو منه أن يركز أبحاثه على العناصر الستة الأساسية لشجرة مهارات السحر، لأنها الأهم لتطور الأمة. أما جيو فقدم تقرير الجيش موضحا أن لديهم 5 حشرات تستخدم للاستطلاع، وأن عملهم يتركز في مسح أراضي الغابة الملعونة. أضاف أن الأراضي خارج الغابة مكشوفة، ما يجعل الاستطلاع فيها محفوفا بالخطر، وبما أن السرية أولوية للمنارة فالخيارات محدودة. طمأنته أو قائلة إن معرفتهم الكاملة بالغابة تكفي، وطلبت تخصيص الدوريات حولها. اعترض جيو بأن ذلك سيضعف قوة الجيش، لكنها ردت بثقة أن هذا أكثر من كاف، خصوصا أنها وتاكدو قررا استدعاء بطل جديد. أعلن تاكدو أنه سيستدعي إسلام. عاد بعد الاجتماع إلى قاعته الكبرى حيث العرش، وهناك اصطدمت به ماريا فسقطت أوراق الاجتماع أرضا. كالعادة اعتذرت هي وأختها وجمعتا الأوراق، لكن إحداها تمزقت بالخطأ. توقع تاكدو ذلك ولم يغضب، أخبرهما ببرود ألا ينشغلا بالأمر. ضربت ماريا وسألت: أنت شخص شرير؟ ثم أضافت أنه ما دام يحمل صفة الشرير فلا بد أن يكون وحشا. تساءلت عن سبب عدم قتله لهما رغم أخطائهما المستمرة، في حين أن أي خادم آخر كان سيعدم بسببها. رد تاكدو بسؤال: ما الفرق برأيك بين الشخص الطيب والشرير؟ أجابت بأن الطيب يفعل الخير فقط، بينما الشرير يفعل الشر فقط. أوضح لها أن نصف كلامها صحيح، فالطيب حقا يجب أن يفعل الصواب، أما الشرير فليس بالضرورة أن يفعل الشر دائما، لكنه أناني يسعى لتحقيق رغباته دون الاكتراث بالآخرين. وأضاف أنه يريد الآن أن يكون طيبا معهما، ولذلك يسامحهما على أخطائهما. اعترفتا بأنهما كانتا تتعمدان ارتكاب الأخطاء لاستفزازه وجعله يقتلهم، لأنهما لا تريان نفسيهما جديرتين بالحياة بعدما حدث. أدرك تاكدو صعوبة مسامحتهما لأنفسهما، وقال إنه لا يستطيع الشعور بما يشعران به، لكنه متأكد أن والدتهما ضحت بحياتها لأجلهما، لذا عليهما أن يعيشا حياتهما للنهاية كي لا تذهب تضحية أمهم سدى. أكد أنه سيكون
يكون بجانبهما خطوة بخطوة. عندها انهارا بالبكاء وعانقاه. بعد ساعات دخلت آو ورأتهما نائمين بجانبه، فشعرت بالغيرة قليلا من قربهما، لكنها حملت أخبارا أهم. أخبرته أن التقرير حول المدينة المجاورة قد اكتمل. اسمها دارنتين، وهي جزء من أمة كبيرة متعددة الأعراق تدعى فورون، بما أن فيها أعراقا متنوعة تعيش معا. ظن تكدو أن التفاوض معهم سيكون أسهل، لكن ما أقلقه أن المدينة مبنية في منطقة معزولة. أوضحت آو أن السبب هو وجود منجم عروق تنين هناك، هي مادة ثمينة تنتج مانا طبيعية. أضافت أن التقرير أشار إلى أن دارنتين تتعرض الآن لهجوم من البرابرة، أن أهلها عاجزون عن حماية أنفسهم. سألها تكدو إن كان وطنهم قد أرسلت عزيزات عسكرية، فأجابت بالنفي. أدرك أن الوضع يزداد سوءا، واستنتج أن بعض السكان ربما هربوا لاجئين. قال إنه إذا استقبلتهم المنارة فسيزداد عدد سكانهم، وسينالون أيضا علاقة جيدة مع دارنتين، وربما في المستقبل يصبح المنجم ملكا لهم. وهنا انتهى ذلك الجزء، تاركا تساؤلا مفتوحا: ماذا سيحدث في القادم؟